عسلامة يا أحلى متابعين، شوفوا معايا الأرنوفات محلاهم ومعزم، هما زيدا راهم يحبوا الخبيزة ويموتوا عليها كيفي أنا بالضبط. وشكون ما يحبش الخبيزة؟ وبيناتنا مرقة الخبيزة ما تجي معاها كان خبز الطابونة بنا ما نحكي لكمش. كيف ما تشوفوا اليوم باش نحضروا مع بعضنا مرقة خبيزة تونسية زمنية فاوحة محرحرة تعمل الكيف. نحيتها بداياتي من ثانية وجبت لكم بنة الطبيعة لدياركم. طريقتها سهلة على الآخر وراهي بنينة بنينة برشا برشا ناس يحبوها. كيف فما زاد عباد ما يعرفوهاش، ماذا بيكم تجربوها وما كومش باش تندموا. وراهو فيها برشا منافع. لهنا انا مشيت نحيت شوية خبيزة كيف ما تشوفوا، راهي الدنيا خضرة راهي محلاها ما شاء الله بعد المطر. الحمد لله اللهم انعمت فزد. نحيت الخبيزة متاعي، ماذا بكم تختاروها خبيزة تبدأ فري خضرة مازالت ماهيش معودة، معناها مازالت طرية. كملت نحيت الخبيزة متاعي وروحت بها وفتنيتي هزيت شوية حشيش للأرنوبات كيف ما شفتوهم في أول الفيديو. روحت بها نظفتها بالباهي، تنحو كان العواد اللي حشتكم بهم اللي يبداو هكا طريين. قصيتها كيف ما تشوفوا لهنا، حطيتها في الشقالة ومن بعد غسلتها بالباهي بالباهي. تغسلوها برشا مرات باش تضمنوا انه ما يبقاش فيها اكل التراب. وكاو من بعد هزيت فورتها لين طابت، خليوها تفور. ماذا بكم تفوروها خير انفع باش تشد المنافع متاعها. ولين هكا كي تمسوها بلخصك العواد هذوكم يذوبوا في يديكم، وقتها راهي طابت سي بون. نجيو توا الخبز التابونة حضرتونا ميمتي، ربي يبارك لها في صحتها وربي يطول لنا في عمرها يا ربي. لهنا خديت السميد، حطت الخميرة، حطت البسباس والملح اكا هو باش تعجن بالماء. الماء يبدا دافي بالطبيعة، تعجن العجينة بالكدا ومن بعد تخليها ترتاح باش تخمر حكاية سويعتين كيكة. بعد ما خمرت تجي تعاود تعجنها شوية بالطريقة هذه، جس شوية بركة، وتعملها كعابر كيف ما تشوفوا لهنا عدد الخبزات معناها. وتحلها بالطريقة هذه وتحطها تعاود ترتاح شوية. انتر طون هي تمشي تحمي الطابونة كيف ما تشوفوا لهنا. وكيف تحضر الطابونة متاعنا، تلصق الخبز بالطريقة هذه كيف ما تشوفوا. حسيلو ميمتي ربي يطيبها وربي ان شاء الله تسامحنا. الحمد لله يا رب. تكمل تلصق الخبز الكل وتغطيها الطابونة، تخليهم لين يطيبوا، كل مرة تتفقدهم بالطبيعة. شوفوا المنظر ما شاء الله، شوفوا الخبيزات. حسيلو نودكم ولنشهيكم والله العظيم. نهير في دارنا يعمل 66 كيف. هذا الخبز متاعنا بعد ما حضر. توا باش نجي نحضر مرقة الخبيزة متاعنا. لهنا الغالب ما تصورتليش من الاول. حسيلو خديت الطنجرة حطيت فيها بزيت زيت زيتونة، تحطوا بزيت شوية على خاطر تحب لها الزيت. حطيت قصيت راس بصل الابيض هذاك وبالاخضر، البصل الربعي متاعنا قصيته. حطيت مغرفتين طماطم معجونة وقرن فلفل شايح. ماذا بيكم كان عندكم فلفل شايح تزيدوا، انا عندي كان هذاك حسيلو. وحطيت مغرفة ونص فلفل احمر. لهنا الفلفل متاعي راهو حار، ماذا بيكم انتوما كان الفلفل متاعكم مش حار تزيدوا شوية على خاطر بنتها هي تجي محرحرة هكا شوية. بعد ما تقليت الطماطم ماذا بيكم تقلوها بالباهي باش تتنحك القروصية متاعها. حطيت مغرفة تبلو كروية وحطيت راس ثوم ديجا هرسته وحضرته. نزيدو لفحات بتاعنا وديجا كنت حطيت الملح بالطبيعة. وتوا نحط الخبيزة متاعي اللي بعد ما طابت نشدو نعصروها بالباهي باش ما يبقاش فيها الماء، ونزيدوها للصوص متاعنا، ونحاولوا نحلوا الخبيزة متاعنا في الصوص بالكدا بالكدا. وهكا بريسك تكون حضرت مرقة الخبيزة متاعنا. الريحة ما نحكي لكمش، تصوروا انتم هكا تبلو كروية والثوم وحسيلو بنة ومعايا بجنبي هكا خبز الطابونة. نودكم ولا نشهيكم بالحق والله العظيم.
نخليوها جيس شوية على النار بعد ما حطينا الخبيزة متاعنا، نخليوها شوية ومن بعد نطفيو عليها. وكيكة تكون حضرت الخبيزة متاعنا، نحطولها في صحن التقديم وتاكلوا صحة وبالشفاء. راهي بنة مش عادية والله، جربوها راهي بنينة على الاخر، وسيرتو انها فيها منفعة والله. انا حتى صغيرتي يحبوها ويموتوا عليها. وهذه الخبيزة متاعنا اليوم، وهذه وصفتنا لليوم، ان شاء الله تجربوها وتعطيوني رايكم. وجربوها ما كومش تندموا والله. اللي ذوق مرقة الخبيزة متاعي يقول لي يعطيك الصحة، بنينة برشا. وان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. وبربي اللي ما اشتركش في القناة يشترك، يضغط على الجرس باش يوصلوا كل فيديو جديد نهبطه. وكهو ان شاء الله في فيديو قادم بإذن الله. بسلامة.